تتدنى. ويوم بعد يوم من الفشل والإحباط وتدني الذات، ما كانت ترى نفسها فاشلة، كانت ترى نفسها أفشل الناس. شيء طبيعي. أشعرت بذلك وأكد لها ذلك يوم بعد يوم. انتهى الفصل الدراسي الأول. طبعا تتوقعون إيش كانت شهادتها؟ كل المقررات، كل المواد رسوب تام كامل، ولا غرابة في ذلك. ما حد استغرب، لا المعلمات ولا الطالبات، وهي أول واحدة ما استغربت، توقعت ذلك. وسبحان الله يدخل حياتها في الترم الثاني إنسانة معلمة جديدة نقلت إلى هذه المدرسة، معلمة ملائكية، إنسانة استثنائية. سبحان الله، لأنها اختارت أن ترى الجانب الآخر من القصة. كان ممكن بسهولة تعمل زيها زي غيرها من المعلمات وتقول هذه بنت كسالة ماني فاضية لها، ما أبي أعطيها وقت، ماني فاضية. لكن لا، اختارت أن تدرس الأسباب وتحللها وتقول أنا كيف أقدر أساعد هذه الطفلة. في الوقت الذي قالت المعلمات هي فاشلة، هذه المعلمة قالت هي مجتهدة تحاول. في الوقت الذي قالت فيه المعلمات أنها غبية، قالت لا، هذه ذكية بس ما أعطيت فرصة. في الوقت الذي قالت فيه المعلمات هذه ما راح تصير شيء، هذه المعلمة تتوقعون إيش قالت؟ قالت هذه بتصير شيء بس أعطوها فرصة. هذه المعلمة احتوت هذه الطفلة، احتضنتها، ساعدتها، دعمتها. ويوم ورا يوم ورا يوم الذات لدى هذه الطفلة يصعد ويبنى، وحصنتها، خلتها قوية. ارتفع رأس هذه الطفلة، ما عاد انها مطاطية، صارت تحس انها إنسانة ذات قيمة، لأنه كان في معلمة اختارت أن ترى الجانب الآخر من القصة وتقول أنت قادرة، وصدقتها هذه الطفلة. جت نهاية العام الدراسي. طبعا الحين متوقعين أني أقول لكم ونجحت في جميع المقررات وامتياز بعد، صح؟ رسبت في كلش، لكن وعلى فكرة نجحت في الرسم بامتياز كمان. لكن في حاجة نجحت فيها، الذات لديها كانت مرتفعة بسبب هذه المعلمة التي جمعت الشتات ورفعت وبنت وحطت وقوتها. افترقا، كل واحدة راحت في طريقها. الطفلة راحت دخلت المدارس مختلفة، والمعلمة بقت في مدرستها، ولا عاد شافوا بعض. لكن هذه البذرة التي زرعتها هذه المعلمة الملائكية الاستثنائية الرائعة بقيت لدى هذه الطفلة. ومن بعدها الطفلة هذه ما تطلع إلا الأولى، أولى متوسط، أولى ثاني متوسط، ثالث متوسط، أولى ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، دائما أولى ولا تنزل عن الأولى. لأنه كان في معلمة تقول لها أنت قادرة وراح توصلين، في إنسانة آمنت فيها، ما قالت أجي أخذ راتبي وروح. في إنسانة حست بأمانة، أمانة المعلم ورسالته، وأدت الأمانة على أكمل وجه. جاء وقت التخصص الجامعي، ما كان في شك لدى هذه الطفلة إنها راح تكون معلمة، راح تكون نسخة من المعلمة اللي تركت بصمة في حياتها، لأنها حبت إن هي أيضا تترك بصمات في حياة الآخرين. وصارت معلمة، تخرجت من كلية الأولى على دفعتها والأولى على الكلية،
لأنها وفي كل نجاحاتها كانت تشكر الله ثم تشكر معلمتها التي آمنت بها وعملت معلمة، وبدأت ترى آثار عملها مع هذا الأطفال. كانت فعلا تترك بصمة. سبحان الله، هذه المعلمة من بصمة واحدة تحولت إلى عشرات من البصمات اللي تركتها طفلتها على حياة الأطفال. إذن الخير يتكاثر. يشاء الله أن تكون هذه الطفلة دكتورة في الجامعة، ويشاء الله أن تدرس معلمات وتعلمهم كيف يصيرون معلمات زي معلمتها اللي أنقذتها. صاروا معلمات متميزات في الميدان، وصاروا هم يلمسون حياة الآلاف من الأطفال. إذن بصمة واحدة تحولت إلى عشرات البصمات، تحولت إلى آلاف البصمات، كل من هذه المعلمة المتميزة، ويبقى الخير أثر. سبحان الله، ما نتخيل الخير اللي نسويه إيش الصدى اللي يتركه. فلنتفكر. سبحان الله، 38 سنة هذه الطفلة ما شافت المعلمة، لكن 38 سنة ما خابت عن بالها. لما أخذت الدكتوراه كتبت في الرسالة شكر لهذه المعلمة باسمها، وقالت لها: شكرا إنك علمتيني يعني إيش تكون معلم. 38 سنة ما التقوا، 38 سنة، وهذه الطفلة تتمنى إنها تقابلها وتحبها على راسها وتشكرها لأنها أنقذتها. 38 سنة ما شافتها حتى اليوم. فأنا تلك الطفلة، وهذه هي المعلمة لولو البسام. أتشرف